دايما الحاله الاستثنائيه للعربيه هتلاقيها مع تاجر. هو انا برشح ان انت تبعد عن التجار، بس لو لقيت تاجر عرض العربيه دي برقم اعلى من سعرها برقم، لا روح بقى وتفاوض معاه. العربيه دي هتلاقيها سليمه، بس طبعا ما تدخلهاش وانت مغمض. افحصها الفحص اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، وبعد كده خلاص ما لقيتش فيها المشاكل اللي احنا هنذكرها دلوقتي، تجيب بقى فني انت تكون بتثق فيه يفحصها بقى فحص شامل. لقيت العربيه تمام، والله لو خدتها اكتر من سعرها ب 30 40 الف جنيه انت كسب. احنا الحاله الاستثنائيه هنلاقيها مع مين؟ مع التجار. ادخل على التاجر وما تخافش، عارف سعرها السوقي تمام علشان ما يضحكش عليك. يعني مثلا هي سعرها السوقي 200,000، هو عرضها ب 240 مثلا 250، طالع 50,000 جنيه، عايز يكسب 50,000 جنيه مثلا. هو تلاقيه اصلا شاريها باقل من كده، بس هنفترض ان هو ايه سعرها السوقي 200,000 وهو بيبيعها ب 250، عايز يكسب 50,000 جنيه. مش حرام، مش مشكله، اكسبك يا باشا 50,000 جنيه، بس تكون العربيه بحاله ممتازه. خش بقى عليه ان العربيه دي سعرها كويسه وحاله كويسه ب 200,000، وانت سياده التاجر عارضها ب 250,000. فال 50,000 جنيه الزياده دي